لو انت بتتعلم انجلش من اول الكلمات اللي هتقابلك وتلخبطك في اللغة الانجليزية هي other, another, the other. ما تيجي نعرف النهاردة معانيهم والاختلاف ما بينهم وازاي تستخدمهم بمنتهى البساطة. بعد الفيديو دوت هتعرف ده كله. يلا بينا مع بعض. تعال نبتدي مع بعض الاول ب another يا حبيب قلبي، وهي ليها معنيين. المعنى الاولاني وركز معايا، معنى اضافي. لما تحب تقول حاجة إضافية أو مرة أخرى، لما أقول لك مثلا I need to buy another apartment for my second wife. يعني أنا معايا متجوز اتنين، الله يكون في عونتك شيلتك تقيلة، فأنا عاوز أشتري شقة تانية لمراتي الأخرى، فهقول لك I need to buy another apartment for my second wife. أو لما أقول لك this pizza is delicious. Can I have another one? بيتزا دي حلوة قوي، ممكن اخد واحدة اضافية. فده المعنى الاولاني ل another. المعنى الثاني ل another هو بديل او اخر، يعني مش دي الحاجة، لا هي حاجة اخرى او حاجة بديلة. لما اقول لك مثلا هتفهم السياق اكتر، This is not the guy او this is not the man، مش ده الراجل اللي انا اقصده. I'm talking about another guy. انا بتكلم على شخص اخر او راجل اخر، فهنا مش معناها اضافي. اوكي، باين من السياق معناها اخر. I'm talking about another guy. او لما اقول لك مثلا this plan is not good، الخطة دي مش خطة جيدة. We need to find another one، احنا محتاجين نلاقي واحدة اخرى او واحدة بديلة. فواضح من السياق هنا ان another ليها معنى اخر، وهو اخر او بديل. اكيد بقى في حاجه انت لاحظتها من الامثله دي كلها يا معلم، وهي ايه؟ ان كل الاسماء اللي بتيجي بعد another، وخد بالك عشان هنحتاج النقطه دي قدام، هي مفرده ومعدوده، يعني حاجه واحده وممكن تعدها 1 2 3 4 وهكذا. يعني apartment، guy، plan، الحاجات دي كلها حاجة واحدة وليها جمع كمان. ودي قاعدة لازم تعرفها، ان بعد another بنجيب اسماء مفردة معدودة. يعني ما ينفعش تجيب another قبل water، لان water اسم لا يعد في الانجليش، المية مية ملهاش مفرد وجمع. فلو عاوز تقول، ما ينفعش تقول مثلا I need another water، لا قول انا عاوز ازازة اخرى من الماء او اضافية. I need another bottle of water. I need another، حط بقى bottle لأن هو اسم معدود، إزازة وجمعها bottles، إزازات. I need another bottle of water. خد بالك بقى كمان من الحتة ديت، another بيجي بعدها أرقام. يعني مثلا لما أقول لك أنا محتاج 10 أيام إضافية لأنهي هذا العمل، فأقول لك بالإنجلش I need another 10 days to finish this. واحد يقول لي بس ثانية واحدة، days دي جمع و10 ده رقم جمع. لا، الارقام مش جمع. هديك مثال حالا، او هديك الدليل دلوقتي حالا. لما اقول لك مثلا رقم 10، اوكي، 10 is my lucky number، يعني رقم 10 هو رقم الحظ بتاعي. انا قلت is اهو، فالرقم لما بتتكلم عليه كرقم ما هواش جمع، تمام؟ فعشان كده انا قلت I need another 10 days 20 days 33 days to finish this work. فanother بعدها رقم، والرقم هنا يعتبر برضو مفرد ويعد، فعشان كده احنا ماشيين مع القاعدة زي ما جبت لك بالدليل. ممكن برضو another في السياق ده يبقى معناها بديل او اخر، مش بس اضافي، زي ما خدنا في الاول خالص ان another ليها معنيين. وبفكرك تاني لما اقول لك مثلا we've chosen another 2 cars not these، يعني احنا اخترنا عربيتين تانيين، مش العربيتين دول. another مش العربيتين دول. another 2 cars not these. هنا another معناها آخر. other بقى معناها ايه؟ other ليها نفس المعنى بتاع another بالظبط، بس في اختلاف. I need to have other employees because I have a lot of work. أنا هنا other معناها ايه؟ معناها اكيد اضافي، لان انا عندي شغل كتير. انا محتاج موظفين اضافيين او اكتر لان انا عندي شغل كتير. اوكي، ف other هنا معناها اضافي. other برضو ممكن تيجي بمعنى اخر. لما اقول لك do you have other rings for my wife، عندك خواتم اخرى لمراتي. she doesn't like those، هي مش حابة دول. do you have other rings for my wife، she doesn't like those. So other rings هنا مش معناها إضافي، معناها آخرين، أوكي، أو خواتم
أخرى. في حاجة بقى أنت لاحظتها معايا، وهي إن other وده الاختلاف بيجي بعدها اسم جمع. يعني زي ما قلنا other rings، other employees، دول مش مفرد زي another، وده الاختلاف الأولاني. الاختلاف التاني إن ممكن يجي بعدها اسم لا يعد أو uncountable nouns غير another، لازم الاسم اللي يجي بعدها يعد. يعني ممكن أقول لك other water، other money. الاموال لا تعد في اللغه الانجليزيه. اوكي، اي حاجه لا تعد في اللغه الانجليزيه بتجيب معاها other. اما اقول لك مثلا I lost other luggage، يعني انا ضيعت حقائب اخرى غير مثلا الحقائب دي. I lost other luggage. تاني الاختلاف سريعا كده، another بيجي بعدها اسم مفرد ويعد، other يا اما يجي بعدها اسم جمع حاجه مجموعه، او اسماء لا تعد في اللغه الانجليزيه لكن المعنى واحد. الاثنين ليهم معنيين. اما بالنسبه ل the other فخلينا نشرحها في الفيديو القادم، الجزء الثاني اللي هنشرح فيه حاجات مهمه جدا ما شرحناهاش النهارده. لو الفيديو عجبك شير ولايك وسلام.